عاد تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة إلى الحديث عن قرار رحيله عن النادي الإسباني نهاية الموسم الحالي. كان تشافي قد أعلن قبل نحو أسبوع أنه ينوي مغادرة صفوف برشلونة نهاية الموسم الجاري 2023-2024. وظهر تشافي في مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة الغد ضد ألافيس، حيث قال: إذا لم يتم تحقيق الأهداف فسأضطر إلى المغادرة، لقد قلت ذلك دائما عندما وصلت. حظينا بموسم جيد وقد تم تحقيق الهدف بشكل جيد للغاية مع إمكانية القتال من أجل الدوري الإسباني. العام الثاني هو موسم جيد جدا، ولكن في هذا الموسم نحن لا نلبي التوقعات رغم أن الأمر لم ينتهي بعد ويمكننا المنافسة على اللقبين. وما قاله الرئيس هو ما قلته قبل شهر: عندما لا تتحقق الأهداف أغادر، لا أغادر بسبب الصحافة أو الصحة النفسية، بل سأغادر لأن الأهداف لم تتحقق. النادي بحاجة إلى التغيير من أجل مصلحة النادي. ولقد اضطررت إلى رؤية المدربين الذين عانوا كثيرا. لقد رأيت مدربي برشلونة يفكرون فيما إذا كانوا سيستمرون في العام التالي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنني أصر على أنني لم أقرر الرحيل بسبب الانتقادات. أنا أتفهم ذلك، سأغادر لأنني أرى أن التوقعات لم يتم تلبيتها. وعن حديث خوان لابورتا العنيف بشأن التحكيم لمطالعة التفاصيل من هنا، قال تشافي: لقد قلت بالفعل إنني لم يعجبني التأثير على الحكام، هم يفعلون ذلك دائما. ريال مدريد، أعتقد أن هذا يغش المنافسة والحكام مشروطون. أتفق مع الرئيس فيما قاله تماما. وأكد: أنا لست رئيس الاتحاد أو رئيس الرابطة، أنا مندهش من أننا نسمح بذلك التأثير على الحكام. إنه يغير المنافسة تماما أسبوعا تلو الآخر، حتى الرجل الأعمى يرى ذلك، قالها سيميوني. نحن لسنا حمقى، الجميع يرون ذلك. وعن فشل صفقة لوكاس بيرغفال: إنه وضع السوق، نحن نراهن على اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما وسوف يلعبون مع الفريق الأول قريبا. قدمنا عرضنا ولكن هذا هو السوق. ودافع تشافي عن النجم روبرت ليفاندوفسكي في ظل انخفاض مستواه هذا الموسم، حيث قال: ليفاندوفسكي يعمل بشكل مثالي ويبحث دائما عن التحسن ومساعدة الفريق. علينا تزويده بالكرات وإبقائه في مركزه. تقل الشرارة مع التقدم في السن، ولكن عليك أن تلعب بشكل أكثر ذكاء. نحن نساعده وهو منفتح على ذلك ويريد التحسن دائما. رد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على اتهامات مدرب برشلونة تشافي بأن قناة الملكي ترهب الحكام في الدوري الإسباني. وهناك حملة من قبل نادي برشلونة من خلال تصريحات تشافي وكذلك رئيسه خوان لابورتا ضد ريال مدريد بأن قناة الأخير تعرض أخطاء الحكام وبالتالي هناك إرهاب لهم. وقال أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي قبل قليل استعدادا لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد غدا: أنا مدرب محترف، لن أنحدر إلى هذا المستوى احتراما للكرة الإسبانية. وعن حالة روديجر: لقد تحسن أنطونيو كثيرا، سنقيم حالته غدا ونتخذ قرارا بشأنه. لم تكن إصابة قوية في العضلة، لكن يجب علينا ألا نتعجل. وهناك خيار قد نرى كامافينجا في خط الدفاع بجانب كارفاخال وفيرلاند ميندي، مركز جديد لم يشارك به من قبل، لكن لديه كل الإمكانات لذلك لأنه سريع وقوي، والتواجد في مركز قلب الدفاع سهل لأن عليك أن تستخدم رأسك أكثر من قدمك. وعن مشكلة الإصابات في الدفاع: لدينا بعض اللاعبين القادرين على تعويض الغائبين مثل تشواميني في مكان ديفيد ألابا. إذا لم يلعب روديجر سيشارك كامافينجا مكانه، مع العلم أن هذا الوضع لن يستمر للأبد. وإمكانية عودة ميليتاو: برنامجه يسير بشكل جيد للغاية، قد يكون مع الفريق بحلول نهاية شهر مارس أو أبريل. يلا اشترك في القناة ودير لايك.